هو إيه معنى السيناتور عندكم؟ طيب السيناتور ده كإنه عضو مجلس شعب، فأنت عندك كل ولاية ليها 2 سيناتورز، كل سيناتور ليه صوت جوّه الكونجرس، الكونجرس ده إحنا عندنا 50 ولاية، فكل ولاية ليها 2 سيناتورز، يبقى عندنا كام سيناتور؟ 100. يبقى كده كل ولاية المفروض ليها صوتين جوّه مجلس الشعب، بس تيجي تبُص للموضوع بشكل أكبر، تلاقي إن مثلًا ولاية زي كاليفورنيا فيها تعداد سكاني أكبر من ولاية زي نورث كارولاينا، فما ينفعش يبقى الاتنين ليهم نفس عدد الأصوات، لأن كده ما فيش عدل، لأن التعداد السكاني اللي هناك أكبر، فهُم هياخدوا قرارات المفروض تبقى أكثر أهمية تجاه الدولة من ولاية زي نورث كارولاينا اللي عدد سكانها أقل من كاليفورنيا بكتير. فهنا جت حاجة اسمها House of Representatives دي برضه تحت الكونجرس، فأنت عندك كده مظلة اسمها كونجرس، تحتها السنت اللي هو فيه 100 سيناتور، وحاجة تانية اسمها House of Representatives اللي هم الممثلين عن الولايات، دول 435 صوت، ال435 صوت دول بيعتمدوا اعتماد كلي على عدد السكان اللي جوه الولاية، فكل ولاية ليها عدد سكان بيديها عدد أصوات أكبر. فولاية زي كاليفورنيا ليها عدد أصوات أكبر من نورث كارولاينا، فتلاقي إن التصويت بتاع كاليفورنيا ليه وزن أتقل من التصويت بتاع كاليفورنيا من نورث كارولاينا، حتى لو نورث كارولاينا عايزة عكس اللي كاليفورنيا عايزاه، اللي كاليفورنيا عايزاه هو اللي هيمشي. ليه عملوا كده؟ عشان يبقى في أحقية في التصويت من ناحية الولايات، فأنت كده عندك السنت في 100 صوت والهاوس اوف ريبريزنتيفز فيه 435 صوت، الاثنين دول هم اللي بيكونوا حاجه اسمها كونجرس، فالكونجرس فيه 535 صوت. فتيجي تبص للصوره الكامله تلاقي الموضوع فيه عدل. اتمنى ابقى شرحت لك بشكل مبسط وفي نفس الوقت دقيق للتفاصيل عشان تبقى فاهم الموضوع عامل ازاي من غير ما ادخلك في تعقيدات الحكومه الامريكيه. اعتبر الكونجرس ده البرلمان، والسناتورز دول اللي هم اعضاء مجلس الشعب. تقريبا يعني لان انا مش ضليع قوي في الامور في مصر، ولكن انا فاهم القانون هنا وفاهم شكل الحكومه في امريكا عامل ازاي. اتمنى ابقى شرحت لك من غير ما اعقد لك الدنيا.